مساء الفل عليكم. لايف جديد نتكلم على مباراة النهاردة ما بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا. النهاردة الزمالك تحت القيادة الفنية بقيادة خوان كارلوس الكولومبي بيفوز 1-0 مع الرأفة، 1-0 بهدف يتيم بأعجوبة من العقيم جدا من وجهة نظري. مهما لو جاب ريكورد أهداف، مهما لو عمل إيه، سيف الجزيري عرضيه النهارده من زيزو قدر يجيبها النهارده الجزيري بضربه راس غريبه، ما تجيش من واحد غريب ما بيعرفش يلعب كوره، وهي ديت وكل سنه وانت طيب. لكن انا طالع النهارده مش اتكلم خالص على مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ولا فارق معايا مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا. اللي فارق معايا حاجه واحده، حد يزغط اوسيريو ويفوقه ويقول له الخطه دي مش هتنفع ببصله مع نادي الزمالك. بس انا لا طالع اتكلم على مباراه ولا طالع احلل المباراه. الزمالك النهارده بيلعب بخطه 4-1-4-1. يا سعاده البي اوسيريو، يا نجم كولومبيا، يا اللي واخد اصطفه عاليه جدا وجاي تدرب نادي الزمالك. نادي الزمالك ما ينفعش معاه الخطه ديت، لانك لا تمتلك لعيبه، لا تمتلك لعيبه قويه في خط الدفاع. الونش لسه بيدور على نفسه، عبد الغني لا حول ولا قوه، حسام عبد المجيد لا حول ولا قوه، بيحاول يفهم يعني ايه كوره، لسه مخضوض من الماتش اللي فات بعد الخساره الاخيره. وعندك في نص الملعب دونجا الريكورد في الفلوس وبس، لكن غير كده مش لعيب، ما هوش حمدي فتحي ولا مروان عطيه ولا الناس الحلوه ديت. والنجم العالمي نجم المجرات رؤى اللي شايفه اوسيريو ان هو ممكن يشيل نص ملعب لوحده، يعني ده ضرب من الخيال. انت يا سعاده البيه يا نجم كولومبيا، لو فكرت انك تلاعب النادي الاهلي بفوقانه بالمزاج اللي هو فيه، بالخطه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، بخطه واحد في نص الملعب، هنتشلوح بمعنى الكلمه. لو شلنا من الاهلي قبل كده 5، لو شلنا من الاهلي قبل كده 6، لو شلنا من الاهلي قبل كده 4، لو شلنا من الاهلي قبل كده 3 و2 1، جميع الارقام شلناها من النادي الاهلي. لكن هتلعب بالخطه ديت قدام النادي الاهلي هنتنفخ، هنتنفخ حرفيا. هتبقى قلبك ميت كده وتنزل الشوط الثاني وتشيل 4 لعيبه وتنزل 4 لعيبه، يبقى انت مش عارف انت داخل تلعب مين. النهارده سيراميكا كليوباترا لو صلاح محسن جاب نص الفرص بس اللي جات له، كان قسما بالله فازوا، وكنا قعدنا نجري حوالينهم 3 كيلو قدام، ولا كنا عملنا شيء ولا عملنا اي حاجه. يا سعاده البيه ابعد عننا الاصطفه الجامده ديت، لان الاصطفه دي هتروقنا. ما تقعدش النهارده تدور على اللعيبه وتدور على الفرقه، كفانا فضايح. احنا بنلعب في الدوري بس عشان المركز الثاني، ما عندناش طموح اكتر من كده. بعد خساره فيوتشر امبارح قربنا، الفرق بيننا وبين بيراميدز وفيوتشر 6 بونت، ده اقصى طموحك. لكن تفوز النهارده بهدف يتيم وعمال تروح على الجول 50 مره وما عندكش اللي يخلص، ولا عندك اللي يخلص لان سيف الجزيري بيعوم، النيله تاني زيزو برضه بيحاول اناني، نيمار اناني، كل اللعيبه انانيه النهارده. اوعى تفكر ولا 1% تلعب بالخطه دي قدام النادي الاهلي. انا مش طالع اتكلم غير على دي بس. ما تلعبش النادي الاهلي بالخطه ديت يا عم الحاج، يا عم مدحت عبد الهادي، بالله عليكم كل الزملكاويه تشير الفيديو لا اي حد يعرف. بلاش نلاعب الاهلي بالخطه ديت. لو لعبنا الاهلي بالخطه ديت هيجي لنا الضغط والسكر في الفيديو بتاع المباراه الجايه، والراجل ما عندوش تجربه تاني. يعني الراجل ده لو كان النهارده بيلعب حد فرقه قويه، بيلعب فرقه عندها اللي يخلص، بيلعب فرقه ما فيهاش صلاح محسن، كان قسما بالله 3 4 تجوان على الميت بكل سهوله، يعني بكل سهوله. النهارده كان 3 4 لعيبه من سيراميكا على الدفاع. محمد عبد الغني سيء جدا، وعارفين ان هو دايما مدافع على قده. صبحي بيحاول، وصبحي اصلا كلنا عارفين خضاته اللي دايما بيطلع بيتقدم. اوعى تلعب النادي الاهلي في الشحات وفي كهربا وفي قفشه، في حمدي فتحي، في لعيبه ممكن تدغدغ الدنيا، في محمد شريف، في بيرسي تاو. الناس دي لو عندها ربع المساحات اللي موجوده النهارده في ماتش سيراميكا هنعدي ريكورد، هنغير كل الارقام من 1 ل6. احنا جربناه، اعتقد الماتش الجاي هنعدي رقم 6. والنادي الاهلي متحمس، النادي الاهلي جاي فايق، وبكره ممكن يكون جاي كمان منتشي بعد صعوده على حساب الرجاء، لانه اخر ماتش هيلعبه هو الرجاء، وبعد كده هيجي عشان يلعبك. لكن الخطه دي هتبقى كارثه 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 قدام نادي الاهلي. وبرده يعني حد يقول له ان شيكابالا عنده 34 سنه ولا 35 سنه ولا 70 سنه، شيكابالا مش بتاع الجري واللي انت حاطط النهارده عمال تحطه بيلعب قدام الباك الشمال. شيكابالا مش بتاع الكلام ده، ولا نضايه اللي انت مفكره نضايه هيفضل يجري لك طول المباراه، مش هيفضل يجري بالطريقه ديت. وخطه واحد في نص الملعب انت بتحلم،
انت بتحلم لما تيجي تلعب النادي الاهلي بواحد في نص الملعب. ده انت لو لعبت النادي الاهلي بثلاثه في نص الملعب هتتشلوح برضه. النادي الاهلي مباراه خاصه جدا، النادي الاهلي المفروض ساعتها ما تفتكس. النادي الاهلي تلعبه وانت راقد ورا وتلعب على هجمات المرتده، غير كده هنزعل وهتزعل ناس كتير جدا، ودي الحاجه اليتيمه اللي باقيه. يعني ما بقاش عندنا حاجه ان احنا نفكر فيها او حاجه بنلعب عليها او حاجه احنا مستنيينها من نادي الزمالك غير حاجتين: ان احنا نأدي اداء محترم قدام النادي الاهلي المنتشي ونقدر نفوز عليه في السوبر، وده بقى حلم بالنسبه لنا. تاني حلم بالنسبه لنا ان احنا لو ختمنا مركز التاني. طبعا انت لو قدرت تحقق لنا الحلمين دول يبقى انت كده ملكت الدنيا واخرها ومش محتاجين حاجه تانيه. بطوله عربيه مش هنتكلم عليها دلوقتي خالص، بطوله عربيه لسه في شهر 7، هيبقى لعيبه مشيت وناس جت راحت. لكن اللي بتكلم عليه حد يزغد الراجل ده ويقول له اوعى تلاعب النادي الاهلي بالمستوى ده، اوعى تلاعب النادي الاهلي بالخطه دي. وخليكم فاكرين لو الراجل ده فكر ان يلعب الاهلي بالخطه ديت والله العظيم وبقولها لكم هطلع اعمل فيديو صوتي كله هيوصل مصر كلها من كتر الصويت ومن كتر الزعيق، لان احنا تعبنا فضايح، تعبنا هزايم. جماهير نادي الزمالك النهارده الغلبانه الطيبه اللي موجوده في الملعب بتصرخ طول السوبر يا زمالك. بأنه منطق السوبر يا زمالك واحنا فرقه سيراميكا قدامنا النهارده لو عندها سن التوفيق، لو عندهم واحد غير صلاح محسن كان يقدروا جابوا 3 4 تجوان. بحمد ربنا فوزنا النهارده فوز مهم معنوي بس عشان نقرب من المركز الثاني، عشان يبقى لنا عين ان احنا نتابع الدوري. لكن النهارده لو كنت خسرت او اتعادلت خلاص الدنيا كانت بالنسبه لنا خلصت. الحمد لله على الفوز. الراجل ده والله العظيم بامانه انا متفائل بيه، يعني شخصيا متفائل بيه. الراجل ده ما عندوش كلفه، ما يعرفش نجوم، بيغير كل التغييرات. النهارده حمزه المسوسي طلع نزل مكانه نيمار مش فارق معاه اي شيء. شيكابالا طلع نزل مكانه سيف جعفر مش فارق معاه حاجه. ناس كتير مش فارقه معاه، بيلعب الكل في الكل. غريب النهارده ناصر منسي ما لعبش، سامسون ما لعبش، مش عارف ليه هو مقتنع بالجزيري. هل هو من الناس اللي بيقتنع بالمحترفين؟ الله اعلم. لكن الجزيري ما عملش غير كره واحده بس اللي هي الجون، وبعد كده ما عملش اي حاجه. نضاي فعلا من احلى اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده، وربنا يستر عليه من الاصابات. ونضاي ممكن يكون الورقه الرابحه الوحيده قدام النادي الاهلي مع زيزو طبعا. يعني اتنين دول ممكن هم اللي يكونوا فايقين. الونش لسه بيدور على نفسه. حسام غاني اعتقد بنسبه كبيره هو اللي يلعب في خط الدفاع، لان محمد عبد الغني النهارده لبسنا النهارده 3 4 كور. لكن لازم في نص الملعب لازم بنلعب بثلاثه في نص الملعب على الاقل قدام النادي الاهلي. مبروك لجماهير نادي الزمالك، فوز معنوي. لكن انا زي ما قلت لكم انا مش بتكلم على المباراه ولا عايز اي حاجه من المباراه، كل خوفي من النادي الاهلي. اي واحد عاقل النهارده يقول لك ان انت النادي الاهلي مهزوز، النادي الاهلي وحش، النادي الاهلي في قمه توهجه، النادي الاهلي في قمته. النادي الاهلي النهارده عنده لعيبه 11 لعيب بقوا مطبعين على بعض، مش محتاج يبص لورا عشان يعرف مين اللي قدام ولا مين اللي ورا. خطه ثابته، تشكيله ثابته قادره على افريقيا كلها الفتره اللي فاتت، متصدر الدوري بجداره. خلينا ما نخرجش قدامه بفضايح. وفرصه كبيره للعيبه نادي الزمالك، العبوا ماتش في عرض دين النبي، ماتش واحد بس، ماتش واحد ردوا لنا شبه كرامه. عكنن على اهلاويه وخد منهم السوبر. خلي يبقى لينا عين ان احنا نتكلم الفتره اللي جايه، لانه الله اكبر ماشي زي القطر ومفيش حد هيعرف يوقفه. لكن خطه 4-1 الخطه دي ابوس ايديك يا عم يوسيريو ما تلعبش بيها قدام النادي الاهلي. كلمتين حبيت اقول له عشان اخلص ضميري منه، عشان ما يزعلش مني يوم 5/5 لما اطلع اعمل صويت في الفيديو ومصر كلها تسمع وانا بصوت. تصبحوا على خير ومبروك لنادي الزمالك. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه العوده قدام الرجاء ان شاء الله يوم السبت الجاي. تصبحوا على خير.